بس بيحصل في غش مع اللوت ومع السلفر عشان لما تيجي تشتري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاك اخوكم سعد الحمراوي. اوعى تنسى الشعار صلاه النبي هي مكسبي، خد حسنات واديني حسنات والارزاق على الله. النهارده فيديو تعليمي الفرق بين انواع السمك. بص كده، ده نوع اسمه شجاره او انشي، وده قاروص، وده وقار جرادي، وده وقار يهودي، وده ادراج او كنعد او صواريخ، اسم واحد يعني. تمام. هنا بصوا السمكه ديت في الاكل جميله جدا وما فيهاش ولا شوك ولا فيها حاجه، وسمكه جميله. مشكله السمكه دي ان اسعارها متفاوته، يعني فجاه كده دي سمكه تصدير، فجاه تبص تلاقي اسعارها مبالغ فيها جدا، يعني ممكن الكيلو يوصل 700 800 جنيه و1000 جنيه ابديا. لما بتتصدر ما بتتصدرش بتبقى السمكه معقوله وحلوه في الاكل، وبص فوق ال 100. الحجم ده اسمه شجري، لما يكبر يبقى انشي. بص عليها دوت قاروص. القاروص سمكه يعني من سمك الدرجه الاولى، بس بيحصل في غش مع اللوت ومع السلفر عشان لما تيجي تشتري. اللوت سمكه حلوه بس نص سعر دي، نص سعر دي. نبداوا بقى من دوت تاني نوع في الوقار، دوت اسمه وقار جرادي. انضف نوع الوقار 111 والقرافص، ودوت نوع متوسط من الوقار بس حلو في اكله، بس غير ال 111 وغير ده اسمه يهودي. خلاص. ديت ادراك، دي انا واخد بالك انا شخصيا بحبها جدا، ان هي ولا سمكه حلوه، سمكه جلسه، سمكه ما فيهاش شوك، ما فيهاش دم، يعني من السمكه المفضل عندي. وتابعوني ان شاء الله كل جديد في السمك هعرفكم كل جديد باذن الله، وباذن الله تابعني عشان اعرفك انواع الغش عشان ما تتغشش خالص، واعرفك ازاي انت ممكن تتغش في جوده السمك. جوده السمك يديك جوده قليله من نفس الصنف. قاروص مثلا زي ده صناره مثلا والسمك فوق 100 يديك قاروص بتاع جر ولا قاروص بتاع شبك بنص الثمن، وهو اسمه قاروص بس في اكله مش يعني بيبقى متوسط. وان شاء الله كل جديد هنزل لكم اول باول. ما تنسوش الصلاه على النبي، الصلاه على النبي يا مكسبي. والسلام عليكم ورحمه الله.